السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنفتح مع بعض رابع كرتونة من ادوات المطبخ في جهاز العروسة، والكرتونة دي هتكون كلها طاسات جرانيت. واول حاجة موجودة معايا هو الوك الجرانيت، وطبعا ده تركي اصلي، وخلي بالك وانتي بتجيبيه لازم يكون اسم الشركة مكتوب عليه من تحت، من القعر بتاع الوك من هنا كده. وطبعا في توزيع حراري علشان طبعا يوزع الحرارة كويس، وفي نفس الوقت ما تزحلقش من على النار. واليد بتاعته بتكون ده شكلها. طبعا الجرانيت بتاعه تحفة يا بنات، جميل جدا جدا. والوك ده طبعا بتجيبيه للاكلات السريعة، للكبدة، للسجق، للاكلات الشارع. يعني لو حابة تعملي سندوتشات في البيت فانتي هتحمري فيه كل حاجة حلوة قوي، مش هيلزق فيه الاكل. وكمان الحجم بتاعه حلو، انا ما جبتش الكبير قوي ولا الصغير قوي، جبت الحجم الوسط علشان يكون يعني استخداماته كتير. والطاسة بتاعت الكريب بتكون بالشكل ده، ودي برضو تركي. الخامة بتاعتها حلوة قوي وخفيفة، يعني خفيفة عن اللي كان موجود في السوق، لان لقيت انواع تقيلة كده ويعني بتوجع الايد بجد وانتي ماسكاها. وده الوok النوفال، تقريبا اسمه نوفال او تيفال. بيكون فيه من جوه كده على الرسمه بتاعته الخليه بتاعه النحل. وطبعا انا جايبه ده للقليه، يعني القليه البطاطس والفراخ، وعارفين انتوا البهدله بتاعه القليه والزيت وكده. يعني انا جايبه الوك ده بدل طاسه الزيت. الطاسه بتكون حرفها قليل ودايما يعني بتبهدل الزيت كده وبيطرطش، فانا حبيت اجيب وok. وحبيت كمان الوك بتاع القليه يكون هو بتاع القليه بس، يعني ما يتحمرش فيه اي حاجه. ده جايباه للبهدله وللقليه فقط. والوك الجرانيت جايباه للاكلات السريعه. وطبعا الطاسه بتاعه الكريب دي مفيش غنى عنها، ممكن تعملي فيها بانكيك، ممكن تعملي فيها كريب، ممكن تعملي فيها حاجات كتير، او ممكن تعملي فيها قطايف لرمضان، حاجات كتيره قوي. اهم حاجه هاتي الخامه الكويسه، يعني ما تكتريش في الاعداد، والحاجه تكون رخيصه وتبوظ بعد اسبوع وتبقى الحاجه يعني كتير وخامتها مش حلوه. لا، هاتي العدد المطلوب المعقول، وفي نفس الوقت هاتي الخامه الكويسه. هاتي حاجه جرانيت تركي تكون كويسه علشان تعيش معاها العمر. وطبعا لازم تجيب لهم طقم التوزيع السيليكون، وانا عرضته قبل كده في فيديو قبل كده، ووريتكم طقم التوزيع اللي انا جايباه. لو انتوا حابين تشوفوه ادخلوا على القناه هتشوفوه، هتلاقوني عامله بيه فيديو مخصوص. طيب هنا كده الكرتونه دي فيها طقم طاسات برضو جرانيت. بصراحه انا مش انا مش عارفه الصراحه هي تركي ولا ايه. اسم الكرتونه اهو، لو انتوا حابين تاخدوها سكرين هتلاقوها في درب سعاده في العتبه. انا جايباها من هناك. وكل الحاجات اللي عرضتها معاكم في الكرتونه النهارده الوok والوok التاني وطاسه الكريب برضو من درب سعاده في العتبه. الطقم ده يا بنات فيه طقم الطاسات ده فيه 3 طاسات لونهم اسمر، وهوريه لكم ان شاء الله في فيديو لوحده كده علشان اقول لكم على الثمن بتاعه وتشوفوا الشكل عامل ازاي. تحفه يا بنات، استنوا الفيديو ده. طبعا ده كده المفرش بتاع التلاجة. انا عندي ما شاء الله، عندي التلاجة جايبه لها التلاجة سمرة، فجبت المفرش كده. يعني هو اصلا المفارش كلها اللي موجوده في الستاند كان لونها كلها ابيض، بس بتختلف في الرسمه وبتختلف في لون الرسمه. يعني الورده لون الورده، لون مثلا الرسمه اللي على المفرش، لكن هي كلها كانت ابيض، الارضيه بيضه. فانا حبيت طبعا ان اجيب لون كده يكون يعني متناسق مع الالوان بتاعتي. فانا جبت اللي هو ابيض في الورده بتاعته، او التفاحه اللي فيه لونها كده كشمير، لون رقيق شويه. فطبعا المفرش ده عارفين اللي هو بيبقى ليه جيوب من الجناب بتحطيه فوق التلاجة، وليه جيوب من الجناب بتحطيه فوق التلاجة يا بنات، فاهمين؟ مش مفرش جوه التلاجة، فوق التلاجة بيبقى ليه جيوب من ناحيتين، بتحطي بقى اي حاجه ايه في قلبيها.
في قلب الجيوب دي، بيكون شكله حلو وعملي. ده الكفر بتاع الغسالة الاوتوماتيك اللي هي بابها من قدام. وطبعا بتجيبي لون لايق على لون السيراميك في المكان اللي هتحط فيه الغسالة. وطبعا هنا ده الكفر بتاع الانبوبة. الغسالة يا بنات مش هتتحط جنب الغسالة مش هتتحط جنب الانبوبة، فاهمين؟ لو هما يتحطوا جنب بعض كنت جبت اللونين جنب بعض. يعني مش الغسالة مش في المطبخ، الغسالة في حمام الضيوف والانبوبة في المطبخ. فانا جايبه الحاجات اللي في المطبخ ماشيه شويه على كشميرات، عشان كده اللون مختلف. طيب الحاجات دي انا جايباها منين؟ جايباها من اللهم صل على النبي، من الهلال والنجمه اللي تحت كوبري الموسكي في العتبه. والحاجات التانية الجرانيت، كل الطاسات والوكات دي جايباها من درب سعاده برضو في نفس المكان. ان شاء الله هنفتح بقى الحاجات دي وبالتفصيل، وهتشوفوا وهقول لكم على الاسعار للناس اللي بتحب تعرف الاسعار. هقول لكم على الاسعار في فيديو مفصل لوحده علشان الفيديو ما يطولش. للناس اللي بتقول لي الحاجه احنا شفناها بتقدميها ليه؟ بصوا يا جماعه، ده شغلي. انا بفتح لكم الكرتونه، بديكي فكره انا جايبه ايه، بديكي فكره انا جايبه ايه. انت ممكن تكوني ناسيه حاجه، يعني فايتك حاجه، ما جبتيش حاجه. فانا لما بديكي الافكار دي او بوريكي انا جايبه ايه، ممكن في حاجه تشوفيها معايا تقولي انا كنت ناسيها، فتكتبيها عندك وتجيبيها. تمام. الناس اللي عايزه الاسعار بقى انا بعمل لها فيديو تاني وبقول على الاسعار، وبقول لك على الاماكن بالظبط، وبوصف لك الشوارع، وبوصف لك المكان اللي انا اشتريت منه، وبفتح لك الحاجه نفسها وبوريها لك بالتفصيل. يعني انا لو عرضت كل شغلي يوم واحد، يعني لو عرضت كل الشغل بتاعي في القناة في يوم واحد، فانا هقدم ايه بكرة؟ انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فان شاء الله باذن الله الحاجات دي هعمل لكم بيها فيديو تاني، وهقول لكم على الاسعار، وبالظبط هقول لكم على الاماكن والطقم بتاع الطاسات. هنفتحه مع بعض ونشوفه. بجد يا بنات الطقم ده تحفة، فوق ما تتخيلوا، جميل قوي، وكمان جميل جدا في الرؤية كده وفي المنظر العام. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. وزي ما قلتلك حاولي تجيبي الخامات الكويسة والحاجة المعقولة، ويعني تجيبي خامة كويسة والعدد بتاعها يكون معقول، احسن ما تجيبي اعداد كتير على الفاضي وتكون الخامة بتاعتهم مش حلوة. يعني انا ما جبتش الطاسات الألمونيا، ملهاش انا في نظري ملهاش فايدة. هي شهر او 2 وبتلاقيها من بره بقى لونها غامق وبتبوظ بسرعة.